ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه ما تاخدش منك وقفه في المطبخ، نص ساعه بس يكون الغدا كله جاهز. سمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه النهارده. معايا هنا بوله هحط فيها معلقتين من الزبادي، ومعايا معلقتين من الصلصه. مش معنى ان هي هتتعمل في ساعتها يبقى طعمها مش حلو، لا بجد طعمها يطلع تحفه، وبتتبيله سهله جدا وبسيطه. ومعايا نص كوبايه من الزيت، ومعايا البهارات بتاعتي برضو انا هكتبها لك في صندوق الوصف، وهي عباره عن ملح وفلفل وبابريكا كاري، 7 بهارات، مرقه دجاج. هنتبل الفراخ بالتتبيله دي، وهنزل هنا بمعلقه من الثوم، ثوم مفروم، واقلب التتبيله دي كلها مع بعضها. هنا انا خدت معلقتين من التتبيله على جنب، ونزلت الفراخ في باقي التتبيله. هنا تقدري تستخدمي فرخه كامله، تقدري تستخدمي دبابيس فراخ، المتاح معاكي والمتوفر بالنسبه ليك عادي. طبعا الفراخ انا مش هسيبها في التتبيله مده كبيره، لا انا هستخدمها على طول عادي. معايا هنا الصينيه بتاعتي، قطعت فيها بطاطستين، وقطعت فيها 2 فلفل رومي اخضر، وتقدري تحطي جزر، تقدري تحطي بصل. وهنا معلقتين التتبيله اللي انا خدتهم على جنب هتبل بيها الخضار بتاعي. وهنزل هنا بالفراخ بتاعتي، وبكده الصينيه بتاعتي تكون جاهزه على الفرن. هحط هنا معلقه من السمنه البلدي قبل ما ادخلها، بتفرق جدا في ريحتها وطعمها، بتبقى طعمها خطير. هنا الصينيه بتاعتي جاهزه، هدخلها على الفرن ونشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. معايا هنا شويه رز، بجد الوصفه دي هتعتمديها، هتطلع معاكي شويه رز بسمتي تحفه تحفه تحفه. معايا هنا حله على النار، وحطيت فيها شويه زيت حلوين، ونزلت هنا ببصلايه كبيره. البصلايه دي كانت كبيره شويه، تقدروا تستخدمي بصلتين صغيرين او بصلايه عادي. وهسيب البصلايه لغايه ما تدبل شويه، وبعدين هنزل باتنين من طماطم مبشوره، طماطمتين بشراهم، طبعا القشر بتاعهم متشال. وهقلب ده كله مع بعضه، وهنزل هنا بالبهارات بتاعتي، وبرده هسيب لك البهارات وكل التتبيله في صندوق الوصف عشان لو حبيت ترجع لها في اي وقت. وهقلبهم مع بعض، وهغطي وهسيبهم يتسبكوا لغايه ما هتشوفوا هيوصلوا مع بعض لايه. ده المنظر اللي انا عايزاه اوصله، شايفين؟ ده كده خلاص الطماطم اتسبكت مع البصل، وبجد الريحه بتاعتها تحفه جدا، هتشمي ريحه جميله جدا. معايا هنا كوبايتين من الرز البسمتي، ما نقعتهوش، انا غسلته بس ونزلت بيه على طول. وبرضو المقدار بتاع الرز انا مش هستخدم المقدار بتاع الرز البسمتي اللي هو المعتاد، اللي هو لكل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه، لا انا هنا قللت الميه شويه، يا دوبك كده غطت الرز بحاجه بسيطه. وما تقلقيش، الرز هيطلع معاكي مفلفل مستوي، طعمه خرافه، والريحه بتاعته من دلوقتي هو تحفه اصلا، بجد هتشم الريحه بتاعته جميله. على ما الرز يكون اتعامل معانا، يكون الفراخ بتاعتنا استوت، وكده الاكله الوصفه بتاعتك ما خدتش منك نص ساعه واقفه. ولو اول مره تتابعيني ما تنسيش تضغطي لايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. ويا ريت تجربي وصفه الرز دي، بجد خطيره خطيره خطيره. تقدري تعمليه جنب شيش طاووق، تقدري تعمليه جنب فراخ مشويه، اي حاجه مش هيقولك لا، لان طعمه وريحته تحفه. هنا البطاطس بتاعتنا خلاص كانت استوت على الاخر، والفراخ بتاعتنا مستويه. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ مفلفل وجميل وريحه وطعم بجد. هنا الرز مستوي، البطاطس بتاعتنا مستويه، الفراخ. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا رايكم. ويا رب دايما كده نتقابل على الف خير.